رحت كلت الكفته ديت عند واحده صاحبتي، والطعم مختلف خالص عن اللي احنا بنعمله في البيت. التوابل غير التوابل اللي محطوطه. بقول لها انت عاملاها ازاي؟ قالت لي لا مش انا اللي عاملاها. قلت لها امال ايه؟ قالت لي ده انا جايباها جاهزه من الجزار. قلت لها الطعم مختلف جدا. طب هو حاطط نوع توابل ايه؟ قالت لي مش عارفه. قعدت استنتجت لحد ما عرفت نوع التوابل. نوع التوابل ديت انا هقولها لكم بقى في الشرح، وهسيبكم تكملوا الفيديو. بس قبل ما تكملوه حطوا لي لايك ودوسوا على الاشتراك، وهسيبكم بقى وهخلص تصبيع الكفته واروح احمرها وارجع لكم. معلومه كمان نسيت اقولها لكم للبنات اللي لسه بتتعلم في المطبخ جديد. وانتي جايبه الكفته من الجزار بتحطيها شويه في الفريزر قبل ما تعمليها، تشد معاكي عشان تعرفي ايه تصبعيها. هسيبكم بقى تكملوا الفيديو. تعالوا اقول لكم بقى على سر خطير للكفته ام رز. دلوقتي انا محضره معايا بصل مقطعاه ومقشره الثوم وغسله الرز ومصفياه طبعا، وغسله الخضره. هنحط الكمون. حد هيقول لي بقى الخضره دي قليله. قليله لان ابني هو اللي نزل بيها، فانا هغسل عند الجزار حزمه صغيره لان احنا الحزمه اهي. دي الحزمه يا جماعه، دي حزمه. فانا هنزل اجيب وجاب لي بس ايه شبت وبقدونس. هنزل اجيب كزبره واغسلها واحطها عليها، فلفل اسود وحبه شطه والملح. ايه السر الخطير بقى؟ السر الخطير هو خلطه الكفته العاديه اللي هي ام لحمه، هنحطها هنا في الكفته ام رز. انا حاطه هنا، انا عامل نص كيلو لحمه مفرومه، هحط الكيس كله. هقفلها بقى كده واخدها وانزل عند الجزار ادقها. هعمل بقى تسبيكه الكفته. هنا حاطه فصين توم او 3 زي ما انتم شايفين كده اهوت، والبصلايه وسط قوي مش كبيره. هضربهم بقى مع بعض وبعدين هحمرهم في زيت او سمنه. هنزل بقى بشويه زيت ومعلقه سمنه كده. بقى البصله والثومه دخلت في التحمير، هننزل بقى ايه بالطماطم. انت بقى بتنزلي بشويه ميه او شوربه، بتزودي كده الطماطم بتاعتك، وننزل بقى زي ما قلنا بالتوابل. انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو عشان يبقى سهل كده معاكم وما تزهقوش مني وتستفادوا بسرعه يعني. حطيت ملح بس ما تكتريش فيه في الملح لحد ما تشوفي طعم الكفته ايه، وتظبطي ملحك عشان كمان عندك التوابل بتاعه الكفته اللي احنا حطيناها بيبقى فيها ملح وماجي، فما تكتريش في الايه في الطماطم بتاعه الايه اللهم صل على النبي، مش عارفه اركز في التخديعه بتاعه الكفته. واخر حاجه ادي تاني معلقه من الصلصه في الايه في صلصه الكفته. وكده بقى احنا مستنيين انزل اروح افرم الكفته وارجع اصبعها واحمرها. وخلاص بقى انا صبحت وانا شغاله، بقيت ايه اطلع من هنا للحله واسيبها بقى نكمل سواها، وان شاء الله تعجبكم. بس خدوا بالكم يا بنات من الملح، عشان احنا حاطين توابل فيها ملح. انا باكد عليكم نقطه الملح. هسيبها بقى تكمل سواها. كده بقى الكفته بتاعتنا خلصت، ويا رب تعجبكم. وحطوا التوابل بتاعت الكفته، هتعجبكم اكتر من التوابل العاديه اللي هي الفلفل الاسود والبهارات والكمون. هتزودكم تيست عالي قوي، هتزيد فيها تيست عالي قوي. بصوا الصباح كمان عامل ازاي بألف هنا.